الأمومة والضغوطات. الأمومة مش بس حضن وضحك الطفل ونفضل نلعب بيه ونصور فيه. الأمومة ساعات بتكون دموع سايبة بتتهرب وانت لوحدك، قهوة بتبرد قبل ما تشربيها، وأكل بيتعمل بسرعة، صوت بيندهلك كل دقيقتين، ونوم متقطع بقاله سنين. الأمومة مش للضعاف، دي شغلانة ملهاش نهاية، ونجاحات صغيرة محدش بيشوفها، زي مثلا انك قمتي من السرير وانت مرهقة جدا، او حضرتي اكلة في وسط صريخ كتير جدا، او حتى جاملتي الناس وانت جواكي فاضية ومحتاجة اللي يشجعك. بس رغم كل حاجة بنكمل، لانهم بيكبروا واحنا كمان بنكبر معاهم، بنقع وبنقوم، بنتعلم كل يوم ازاي نحبهم ونحب نفسنا كمان. لو انت ام بتسمعيني، عايزة اقولك انت مش لوحدك، انت كفاية، وانت قوية حتى في اضعف لحظاتك، انت قوية جدا جدا جدا. انا مش دايما هادية، في ايام صوتي بيغطي على صوت الكرتون اللي شغال ده، وفي ايام بصحى وانام واصحى وانام، بس برجع كل مرة واجدد شغفي تاني عشان خاطرهم، علشان في حضن صغير بيحسسني ان كل التعب ده كان ليه معنى. انا مش روبوت، وايامي مش مثالية، بس قلبي كبير. انا فخورة بنفسي اني بعمل كل ده وانا معايا عيالي وبيتي وجوزي، كل ده فوق ظهرك. تخيلي، والناس لازم تشوفك بيرفكت حتى لو مفيش حد يقولها ليكي، بس انت قوية. وانت كمان حتى لو مش بتعملي كل اللي عليكي، حتى لو معاكي طفل واحد لسه، بس انت قوية واكيد قد المسؤولية اللي ربنا اداهالك. يا ريت بقى تعملي شير مع كل ام محتاجة تسمع الكلام ده، وتنسوش تعملوا الفولو واللايك. بحب